يا مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده قلنا نرجع نعمل مع بعض حلقه حلوه كده وقويه. قلنا بدل ما نروح احنا بره المطاعم، احنا هنجيب المطعم عندنا في البيت هنا، وهنعمل اكلات حلوه جدا، وكمان عيالنا كلها بتحبها. اول حاجه هنبدا مع بعض هنعمل الفراخ المقرمشه. هنعمل سندوتشات الفراخ المقرمشه دي. طبعا في المطاعم دلوقتي بتوصل الساندوتش عشان تجيبيه مبلغ وقدره، بس احنا هنعمله في البيت بشكل حلو كمان، وبفايده غذائيه كمان حلوه، وبتكلفه قليله جدا. تعالوا بقى نسمي الله ونقول على المقادير بتاعه الفراخ بتاعتنا. عندي كيلو بانيه اللي هو الصدور، بس اهم حاجه يكون متقطع، يعني ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. وعندي صويا صوص، وعندي مستردة وهوت صوص، كاتشب، ومرقه، وعلبه زبادي طبعا كبيره عشان انا هستخدم كيلو بانيه، فلو انت هتعملي نص كيلو هتبقى علبه زبادي الصغيره. وعندي بصل بودر، وعندي توم بودر، وكركم، وملح، وفلفل، وبابريكا، وعندي البيض، وعندي بقسماط او فيجيتار ناعم. الكلام ده كله ماشي، مفيش مشاكل. عندنا نشا والدقيق. طبعا التزيين بقى بتاع الساندوتش اللي احنا هنعمله طبعا هنشوفه في الاخر. اول حاجه هنبدا بقى نسمي الله، وعشان بس نسيبها في التتبيله شويه هنجيب كده بوله فاضيه، هنزل بالفراخ بتاعتي علشان تشرب التتبيله كلها. واهم حاجه احب بس قبل ما ابدا ان انا اهم حاجه لازم تحطي الفراخ في محلول نقع عباره عن ملح وليمون وحبه خل ومعلقه سكر برده، لو عندك بقى حبه ريحان كده او نعناع مجفف بجد بتبقى حلوه قوي. تعالوا هنعمل دلوقتي التتبيله اللي احنا هنسيب فيها الفراخ لغايه لما نعمل الوصفه الثانيه تكون هي شربت شويه من الصوص بتاعنا. هنحط صويا صوص، وطبعا مستردة. التتبيله طبعا ديت كل ما الفراخ بتقعد فيها في التلاجة بتبقى طعمها احلى، بس طبعا احنا هنسيبها شويه لغايه لما نعمل الوصفه التانيه مع بعض، يعني تاخد شويه بس ايه طعم كده، ونخش على طول نعمل السندوتشات بتاعتنا. هوت صوص، لو مفيش هوت صوص ممكن نستغنى عنه ونحط هريسه حاره او نحط شطه، مفيش مشاكل. وكاتشب، واهم حاجه طبعا في الوصفه دي يا جماعه المرقه، مرق الدجاج. طبعا السندوتشات دي ممكن تتعمل بالفراخ زي ما احنا هنعملها دلوقتي، وكمان ممكن تتعمل باللحمه بتبقى حلوه قوي. هقول لكم برده لو انتوا حابين تعملوها باللحمه تعملوها ازاي، وطريقتها برده هتبقى ازاي، والتوابل برده بتاعت اللحمه. هنقول كل ده واحنا ايه شغالين مع بعض. وهحط الملح بتاعي، كل ده بقى هقلبه كده مع بعض زي ما احنا شايفين اهي. تتبيله بجد خطيره، وممكن كمان التتبيله دي تعملوها في الشيش، يعني لو انتوا حابين تعملوا شيش طاووق ممكن نفس التتبيله هي كده نفسها هي. شايفين؟ هبدا بقى هنزل بالفراخ بتاعتي. شايفين بقى شكل الفراخ كده في التتبيله بجد يعني حاجه روعه. هسيبها بقى في التتبيله كده شويه عشان ابدا اشتغل على طول فيها وتاخد شويه طعم. الكفر هحط فيه حبه بابريكا وحبه توم باودر، هتبلهم وهديله كده حبه بهارات علشان يبقى كل حاجه
هحط بيض، وطبعا عندنا ميه ساقعه حاطينها في التلاجة علشان تساعد على القرمشه بتاعه الفراخ بتاعتي. طبعا ممكن كلنا نستغرب، ميه دي اول مره حد يعمل يعني يحط على البيض ميه مش لبن. لا، الميه ديت مع الفراخ بتاعتي هتدي قرمشه حلوه قوي. هقلب، وطبعا سنه فلفل عشان الزفاره، هضربهم كده كويس عشان هاخد بعد كده حبه دقيق من اللي انا عاملاهم ومتبلاهم كده بالبهارات، هحطهم هنا علشان عايزه ماده سايله كده هحط فيها الفراخ بتاعتي. مش هنحط بقى في دقيق وبعد كده بقسماط لا، هي حاجتين زي ما احنا شايفين كده. هبدا احط حبه دقيق، هضربهم كويس قوي كده علشان افك بس الدقيق والبيض علشان يبقى ماده سايله. عندي في الدقيق بتاعنا هنحط الفيجيتار حار، هنحط معلقه نشا، ونبدا بقى كده نعمل الفراخ بتاعتنا. شايفين بقى عامل ازاي؟ ده القوام اللي احنا عايزينه، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي اهو. وطبعا اتاكدنا ان مفيش خالص دقيق معانا اهو. اول حاجه هناخد بس دلوقتي ادي الفراخ بتاعتنا، ونفض الدقيق من على الفراخ بتاعتي علشان تطلع لنا ازاي بقى. تطلع لنا شايفين بقى الكرمشه ديت اللي هي بنلاقيها طبعا في المحلات بره. طبعا اللي بيساعد على الكرمشه والكلام ده كله اللي هو النشا، وبتساعد على الميه اللي احنا حطيناها، الميه الساقعه، فبتطلع معاكي كده كريسبي من بره وبتبقى حلوه جدا. هنحط فيها كده في الزيت. واهم حاجه نرجع نقول اللي احنا مش عايزين نطلع الفراخ دي، مش عايزين نصفيها على مناديل. ليه ما تتصفاش على مناديل؟ علشان المناديل هتطري الفراخ معايا، هتطريها يعني هتحطيها على شبكه، هتطلعيها كده تصفيها على شبكه عشان المناديل ما تطريش الفراخ معاكي. انا عايزاها تفضل محتفظه بالقرمشه بتاعتها. شايفين بقى دوت اللون اهوت بتاع الفراخ. شايفين بقى الفراخ بتاعتي ولونها عامل ازاي؟ هطلعها بقى كده على المصفى. هبدأ بقى هعمل ايه؟ العيش بتاعنا هسيبها تبرد شوية عشان هفضيها. هحط طبعا وده. شايفين بقى شكل الساندوتش بتاعنا عامل ازاي؟ تاكليه بره طبعا برقم طبعا يعني مش عايزه اقول لكم خرافي. هنعمل بقى واحد كمان. هنبدأ بقى نحط دلوقتي الصوص بتاعنا ده